السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. تفتكروا ليه بنحس بتعب في صيام أول أسبوع في رمضان؟ علشان بيكون في أعراض انسحاب. طب ليه أعراض الانسحاب دي بنحس بيها؟ لأننا بنشرب قهوة كتير، بنشرب شاي كتير، بنشرب مشروبات غازية زي الصودا والبيبسي والكولا والحاجات دي، مشروبات الطاقة طبعا والحاجات دي كلها، وبناخد شوكولاتات كتير. كل الحاجات دي لما بنوقفها أو بنقللها طبعا في فترة الصيام بنحس بأعراض انسحاب. أعراض انسحاب زي إيه؟ هبوط في السكر، بنحس بجفاف طبعًا عشان ما بنشربش مَيّة كفاية طول فترة الصيام. طب إزاي نتغلب على أعراض الانسحاب دي؟ نجهّز نفسنا جسديًا قبل رمضان إن إحنا نصوم اتنين وخميس، نصوم الأيام القمرية، نصوم الأيام اللي علينا. ده هيأهّل جسمنا من قبل رمضان إن هو يبقى مستعد نفسيًا وجسديًا إن إحنا نصوم كويس وما نبقاش حاسين بالأعراض الانسحاب. طب نعمل إيه بقى علشان نضبّط وندخل ونبقى حاسين إن الدنيا تمام؟ نقلل السكر، نقلل الملح، نقلل الوجبات السريعة الجاهزة من برّه، ونقلل المشروبات الغازية، ونقلل الشوكولاتات. كل ده هيساعدني إن أنا ما أحسش بجفاف جامد وقت الصيام في أول أسبوع في رمضان وهو أصعب أسبوع. بعد كده مش هنحس بأي حاجة. هنعمل إيه؟ إيه الخطوات الصح اللي أنا أعملها؟ أزوّد بروتين، أزوّد فاكهة، أزوّد خضار، أزوّد كل ساعة أشرب كوباية مَيّة عشان أحافظ على ترطيب جسمي. ده هيساعدني إن أنا أخس بصحة، هيساعدني إن أنا أصوم وأخس في نفس الوقت. يا رب دايمًا خاسين ومبسوطين بصحة، وكل سنة وأنتم طيبين. هاكلمكم بقى النهارده على بطلنا الجميل اللي جاي لنا ومنورنا من سوريا، خس معانا 50 كيلو وكمان في التثبيت خسّنا كمان 5. ما شاء الله عليه. جاي لنا من سوريا مخصوص بعد ما صاحبه الأول خس معانا وسافر. بعد ما سافر هو شافه فقال الله إيه ده أنت خسيت كده إزاي؟ لما جه هو بقى لازم أروح عند نفس الدكتورة اللي خسست صاحبي وعملت له النتيجة الجميلة دي. ما شاء الله كان بيلبس 5 إكس لارج، وما شاء الله ما شاء الله بقينا نلبس ميديم. طبعا نظام الأكل كان يعني زي ما هو قال في الفيديو، نظام الأكل كان حاسس إن هو بياكل كل حاجة عادي، مع إن نظام الأكل بتاع الناس السوريين كله زيت وكله سمنة وكله نشويات. كان صعب جدًا، يعني من المستحيلات إن أنتِ تخسّسي حد سوري. بس ما شاء الله هو برضه كان بيسمع الكلام، ملتزم، كان بيمشي على النظام اللي إحنا بنقول عليه، وده اللي ساعدنا كتير. كان بياخد ميزوثيرابي وبيعمل جلسات ساحرة، بيحس بالنتيجة كل جلسة. كان لمّا يحصل أي ظرف وأكون في القاهرة وما أعرفش آجي الجلسة يبقى زعلان جدًا، لإن الجلسة كانت بتنزّله في الميزان، كل جلسة كانت بتنزّله 2 كيلو، فده كانت بتفرق معاه جدًا في الشكل وفي المقاسات. ما شاء الله كان محافظ وملتزم. أنا هاعرض لكم الفيديو بتاعه وهتشوفوا بنفسكم قد إيه الفرق. يعني تحسوا إن إحنا شِلنا 2 منه. فما شاء الله ما حدش كان يتخيل تحوّل صادم، صادم بجد لأي حد سواء هنا أو في سوريا. أي حد بيشوفه بيقول له أنت رُحت فين؟ أنت عملت إيه؟ فده هيدّينا دفعة إن إحنا نوصل للنتيجة دي. طبعًا بيحصل لنا وقت إن إحنا نقول لأ أنا مش هاقدر أكمّل، لأ الحمد لله ما حصلش ده. كان ملتزم وكان بيسمع الكلام وثبّتنا. وحتى أنتم لو خدتوا بالكم إن الفيديو متصوّر من شهر 11، فإحنا مثبّتين بقى لنا فترة الحمد لله. فما تقلقوش خالص من إن أنتم تخسّوا، لأ إحنا هنخس وهنثبّت. المهم بس إن أنت تاخد القرار وتيجي عندنا عشان تخس صح، بدون أي حاجة مُضرة، بدون أي رياضة، بدون أي مجهود. أنت هتخس وهتثبّت وهتنسى خالص بقى فكرة إن أنت تفضل طول حياتك تخين دي. ما فيش الكلام ده. علشان تكسر الثبات الوزن لازم تيجي عندنا، عشان تخس بصحة لازم تيجي عندنا، لإن نتايجنا بتتكلم عننا. التخسيس مختلف عن أي حد. مش هاقول لك أدّيك حاجة شغّالة على المُخ، ولا هاقول لك أدّيك حاجة تلخبط لك في هرموناتك. أنا هاقول لك هاخسّسك صح، تعيش بصحة، تستغنى عن أي دوا مُضر، وتفضل عايش بصحتك بأمان. وإن شاء الله دايمًا خاسين، وكل سنة وأنتم طيبين. نتايجنا بتتكلم عننا. معانا النهارده بطل جديد، معانا زياد من سوريا، نزلنا من 130 كيلو، هيحكي عن تجربته بنفسه. لا الحمد لله ما شاء الله ما بدأت مع الدكتور نزلت من 130 لغاية 85 بس. الحمد لله مرتاح معاه يعني. إيه رأيك في الجلسات لا مريح. والميزوثيرابي؟ لا ما فيهاش أي حاجة. حلو. بنصح بيها حتى. نظام الدايت بتاعنا، ما يعتبرش إنه نظام عادي. مقاساتنا. كلها اختلفت. كنت ألبس 5 لارج دلوقتي ميديوم. أنت جاي لنا من سوريا مخصوص؟ أما ده صح. صاحبي كان على التعاون في مصر مقيم، كان متابع معاكم ونزل ونصحني. مقاساتنا نزلت من كام لكام؟ من 5 لارج للميديوم. ترشحنا لأي حد؟ يعني لو حد سألك علينا هترشحنا لأي حد ولا إيه؟
ثقة 100%. تمام، شكرًا.